حسب الطلب. اليوم عندي تجربة مكبوس دجاج من مطعم ما تغلبونه اللي بمدينة عيسى. هذا على دينار بحريني لأنه ربع حبة. والله ريحته حلوة يا جماعة. اوكي بسم الله ما شاء الله. هذا مكبوس الدجاج. والله الطلب بيكمل 2 عندي في الليستة. زين انه جاب لي سفرة. اوكي اول شيء بشوف الرز. بسم الله ريحته حلوة. شوف مع الليمو ويعطيك دقوس او سلطة حارة وبصل وليمون. شوية من الدقوس. او ما شاء الله. هذه الدجاجة. شوف هذه الدجاجة. والله خبر ما شاء الله. بسم الله نجرب. اهم شيء الطعم كيف. بسم الله. الليمو الاسود يا حبيبي. الليمو هذا شكله مطعم قديم. شكله مطعم قديم ومعروف بالحارة. ما ادري كم صار له من سنة. يبي لي اسأله الحين. ما شاء الله عليه زحمة. الكل يجي ياخذ من عنده. واسعاره حلوة. يعني تخيل هذا على 10 ريال. لا بلاش. والله اكل لذيذ بصراحة. الدجاج نكهته روعة يا جماعة. فعلا لذيذ. بهار الدجاج خطير. الاكل كله لذيذ بصراحة. اوبس ظهر اني ما عرفت اقصها زي الناس. لا والله طباخه ممتاز. والله الاكل بالسيارة متعة. جيب لك طاولة ويحط لك سفرة وجرب. ابد كل على الطريق. خصوصا اذا تطل على بحر ولا تطل على شيء زي الناس. اكل جميل لذيذ رخيص. شوف البهار كيف. عاد يبي لي اجرب غوز اللحم لانه مطلوب مني غوز اللحم. بس بعدين بعد فترة خلنا شوي ننسى هذا المطعم. لان اذا طحنا فيه بندمنه. ادمان. دقوس ممتازة والسلطة الحارة. هذا الاكل اللي مخمخ الراس. انا عن نفسي اذا ما تغديت رز كل يوم ما احس اني تغديت. انها وجبة واحدة في اليوم. وهذا الاكل اللي يشبع. جميل صراحة. يقول لهم تقريبا 11 سنة المطعم. والله طباخه روعة صراحة. ان كان طلع غيره وطباخ حلو ولذيذ دلونا عليه. والله اكل يخليك تلحس يدك من لذته. بس انه ما ياخذ العلامة الكاملة لانه فيه طيب منه. رز لذيذ والدجاج خطير وتقييمه 9.5 من 10. صحتين وعافية عليكم.